لمايا دياب ظهر وسند، ولا حب وحنان وامان، ولا خزنه فلوس؟ مجموعه طبعا. لازم كل دول يبقوا فيه. بس اول شيء الحب بالنسبه لي. انا حدا كتير العاطفه بالنسبه لي هي شقفه كبيره من حياتي، يعني حته كبيره من حياتي. والاحساس لما بيكون عالي بيقربني، وبعدين ببتدي احس ان انا حاسه بالامان، حاسه بظهر، كل دول التانيين. يعني ممكن تحبي بس واحد طبعا معهوش الراجل فلوس؟ ممكن احب واحد معهوش فلوس، اكيد اكيد. هتصرفي عليه؟ مش يعني اصرف عليه، يعني هي الكلمه مش حلوه على فكره. ما هي مش حلوه، بس اقول لك على حاجه. دلوقتي مايا دياب ليها متطلبات معينه، بتحب تلبس، بتحب تصرف، بتحب تجيب لبس حلو، بركي نظبطها ونقول انا اعمل اللي انا عايزاه. ممكن تنزلي للمستوى بتاع الراجل مثلا؟ لا، هقول حاجه بجد. اعمل بشغلي، اعمل اللي انا عايزاه، اشتري اللي انا عايزاه، واعيش حياه طبيعيه معاه عشان بحبه قوي. ليه لا؟ بس انت صعب قوي ان حد بيبقى معاه مفتاح قلبك، انت قلتي صح. بس هقول لك حاجه احلى من كده. ان انا لما بحب بفتح قلبي، بفتحه للاخر. بس لما عايزه اقفله، ما المفتاح معايا، هقفله. والمفتاح ده معاكي بقاله قد ايه؟ يعني واديه لمين وليه؟ بقاله قد ايه المفتاح؟ فتره. هو قلبي على فكره، ما اشتريتوش. بتاعك انت؟ والله العظيم. بقاله قد ايه يعني؟ بقاله فتره. ليه مقفول على عباس؟ مقفول عليه ازاي يعني؟ يعني ليه عباس معهوش المفتاح بتاع قلبك مثلا؟ هل معهوش مفتاح قلبك يعني مش عارف يوصل لقلبك، او في حته ناقصه مثلا؟ لا. بتحبيه بس كذا، بتحبيه بس حاجه ناقصه يعني؟ هقول لك حاجه، هو المفتاح معايا عشان انا قلت لك هفتحه ساعه ما انا عايزه، واقفله لما انا عاوز. يعني انا ازاي اديك مفتاح قلبي وانت تروح بيه؟ ما هو قاعد معاك، هيروح. وافترض هتروح وتنام وانا هقعد ادور عليك، هيروح فين؟ ما هو عايش معاكي في نفس البيت. مش هيسيبك يعني. هقول لك حاجه، في احيانا ناس بتعيش مع بعض في نفس البيت وبرضه بتكون قافله بالمفاتيح، لو مديه المفاتيح ولو المفاتيح معاها. يعني انت وعباس في مشاكل قافلين؟ انا ما بتكلمش عني وعن عباس، بتكلم عامه. وانا بتكلم عن مايا، انا ماليش دعوه بعامه. انا ما اعرفش عامه دي. انا بتكلم عن مايا دياب. لا انا كويسه. انا بس ما بحبش ادخل في تفاصيل الحاجه. هقول لك حاجه انا بتكلم على قلب ليه مقفول. انا مفتاح قلبي معايا، افتحه واقفله ساعه ما انا عايزه. وانا بتمنى دايما بقول هيك، بس احنا مش اقوياء للدرجه دي، يعني ان انا افتحه للحد الصح واقفله لما احس ان الحد ده بقى غلط. هو غلط ان الست تفتح قلبها لجوزها؟ لا طبعا، لما هحبه في الاول انا اللي هفتح له الباب، صح؟ اوكي، انا بتكلم بعد هيبقى جوزه بعد الجواز، هيبقى مفتوح. بعد الجواز مفتوح بقى، يعني عباس مفتوح. مش محتاج مفتاح. لا طبعا، بس لما يعني عايز ما بيخبطش لا يعني على طول عباس عارف طريقه. بس المفتاح قلت لك هو معايا. الرجاله بيحبوا فيكي ايه؟ لازم تسالهم. لا يعني ما اعرفش. يعني كل الناس يعني او كل الرجاله، عايز اقول لك ان الغريب ان صعب ان تلاقي مثلا الستات كمان بيحبوها. الحمد لله. وانا دايما بقول كده، بقول الحمد لله على الصفه دي، لانه ما بتتوجدش عند كل الناس، عند كل الستات الفنانين. انت كل الستات بيحبوا مايا دياب؟ معظمهم الحمد لله. مش بيخافوا على الرجاله بتاعتهم من مايا دياب؟ يعني لو عندك صحابك مثلا البنات، دي حاجه بتضحكني على فكره، يعني وكانه ان الرجاله اللي قاعدين معاهم احنا يعني هيوصلوا لنا ازاي واحنا هنقبل فيهم ليه؟ حركات يعني حوارات ملهاش طعم. في واحد مثلا، واحده ست مثلا لما تيجي تبص لجوز مايا دياب، تمام، دي طبعا في ستات بيتباهوا بالموضوع ده، يقول لك ده جوز مايا دياب سابها عشان خاطري مثلا. ايه، انت فاهمه قصدي ايه؟ بس هقول لك حاجه، لو حصل ده هكون انا قافله الباب بقالي يعني سنتين كده، بس عشان اقول لك. اللي بعد، بتحبي ايه في الراجل؟ ايه اكتر حاجه بتشد في الراجل اول ما بتشوفيه؟ لا، اول ما بشوفه فيه كاريزما معينه. مش جزمته يعني؟ جزمته، في ست تقول لي انا الراجل بعرفه من جزمته. ده هيدي حافظه كلام قالوه ناس قبلها فرددته. يقول لك الراجل جزمته بيبان من ساعته. لا في كاريزما معينه واتيتيود معين موجوده في وقت معين. اتيتيود معين، مش يعني يكون قاعد كده ويبص، لا يعني حاجه هي بتعجبني انا. بص كده وبيعمل
لا حاجه انا بتعجبني يعني، احيانا ما بتتقالش. ايه شدك في عباس؟ تتحس الحاجه دي والكاريزما دي اكيد. عمل لا لا لا, لا. عمل لو كده عمل ده؟ كده كان كان مع السلامه على طول. على طول. في حاجه في العين على فكره بت بت بتخليك فلاش مرة تحس. واحده بيجي كده خلاص. ها سوري. يعني في فلاش بيضرب مره واحده بين العينين الاثنين، فبتحس في حاجه ان في حاجه بتيجي هتحصل اولا بين في العين، الاتنين. ده رايي يعني، ده في حياتي انا. عرفتوا بعض ازاي طيب؟ في سهره كنا سهرانين، على عكس ما الناس بتتعرف على بعض، انا اتعرفت بسهره وقلبت جد. طب ويوم ما شفتي عباس حسيتي من جواكي ان هو ده الراجل اللي هتتجوزيه؟ حاجه جواكي كده؟ لا، هو تعب على بال ما اتجوزني. تعب؟ ليه؟ اكيد، لانه مش سهل هيك الزواج، قرار الزواج منه قرار هين. بس انت وعباس فضلتوا سنتين في علاقه قبل الجواز، وانت اللي كنت طالبه ده. ايه السبب؟ كنت عايز تعرفيه اكتر مثلا؟ هيدي اقل شيء. سنتين اقل حاجه؟ اقل حاجه طبعا. لا يعني هو ايه، يتعرفوا ببعض ويتجوزوا على طول ويتخانقوا ويطلقوا؟ امال اللي المفروض يعملوا ايه؟ يعني هو في زي يطولوا بره. فتره المخانقه. بره بيخلفوا الاول بعد كده يشوف الدنيا ماشيه عامله ازاي، صح؟ وفي السنتين دول اكتشفتي بقى ان عباس عندنا مشكله في الموضوع ده أمير. ايه هو بقى؟ لو اتكلمنا فيه دلوقتي هيكون عندنا مشكله مع الناس. ليه؟ الموضوع ده لسه موضوع تابو في العالم العربي. الناس ما بتفهموش صح، وهو لو حتى اتكلمنا في افكارنا واللي احنا مثلا بنفكر فيه هنتحاسب على افكارنا. فانا بفضل ان انا اراعي شعور المجتمع من ناحيه، بس برضو يعني ايوه لازم البنت تتعرف بالراجل اللي هتتجوز بيه، وهو لازم يتعرف بيها كويس، طريقتها، اخلاقها عامله ازاي. يعني مش ضروري الناس تتجوز وتتطلق 100 مره يعني، مره منيح. طب انت شايفه انت اتجوزتي مره واحده ها؟ ولو حصل بعد الشر يعني انفصال تتجوزي تاني؟ ما اعرفش. ممكن يعني؟ اكيد. ما عندكيش مشاكل في ده؟ لا، انه هدول قصص وارده بالحياه. عباس قبل كده سألك؟ انا مش هطول لك في عباس كتير، احنا بس بندردش انا وانت مع بعض. ما عندك ما عندك مشكله معايا، فيك تحكي باللي بدك اياه. بجد؟ مش متضايقه مني خالص؟ ابدا، ما في منك. يا نهار ابيض. عباس عمره ما سألك عن اي علاقه فاتت قبل الجواز؟ لا طبعا. سألك؟ ايه. وانت بتقولي له بصراحه؟ اكيد اكيد حقه ان هو يسألك طيب؟ اكيد حقه يسالني. مفيش مره قلت له انت مالك انت لا ليك- لا لا لا. ليك باللي جاي مالكش دعوه باللي لا فات؟ لا لا لا، انا صريحه بهذا الموضوع، ولو هو بيضايقه لازم يقول ان هو متضايق، ولو كان بيضايقه بدرجه معينه مثلا كنا وصلنا لانه سبنا بعض. يمكن. كان في علاقات كتير قبل الجواز؟ لا. كم مره؟ 2. 8؟ 2. 2 2. ماشي. عندي الود الشمال اصلي بايظه. لا حبيبي اسمع باليمين. لكن ما بيتضايقش من حاجه زي دي؟ لا 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 لا. ولا انت عمرك سالتي عباس قبل كده عن حاجه؟ بلا. بتساليني؟ بضحك يعني، حاجات عشان اضحك مش اكتر من كده. الحاجات دي مش بتعمل لك اي لا مشاكل لا خالص؟ لا. ها؟ تعمل لي مشاكل ليه يعني؟ انا هيكون عندي مشكله. الست اللي بتعمل مشكله على حاجات فاتت وحاجات ما كانتش واثقة في هي نفسها. موجوده فيها، يعني ايه ده؟ يعمل اللي هو عايزه، بس من ثانيه ما يكون معايا ده موضوع تاني. صح؟ صح. عندك اولاد او بنات؟ بنت. بنت عندها كام سنه؟ 4 سنين ونص. لما يبقى عندها مثلا 19 سنه يا رب. هترضي ان شاء الله تشوفيها عروسه كبيره؟ ان شاء الله. هترضي ان هي تيجي تقول لك انا هدخل في علاقه سنتين قبل جواز؟ اكيد. يعني هي هتدخل من غير ما تقول لي يا امير. لا انا فاهم، يعني بس الجامعه والمدرسه دلوقتي والجامعه وكل ده بتخلي بس الناس تكون متقربه من بعض، وبعدين هي لو حبت، حتى لو انا قلت لها ممنوع هي هتحب. واحنا قاعدين دلوقتي في بلاتو فيه ناس كتير كلهم حبوا. اكيد. تكتبوا لو قلتوا لا، ونصهم كذبوا على اهلهم. صح؟ طب انت بتعتبري نفسك يعني مايا دي يعني شرقيه اكتر ولا غربيه يعني؟ التقاليد بتاعت يعني خلينا بتهتمي- مثل ما انا. إيه؟ بلا ما اقول لك هلا. ليه؟ انا عندي افكاري ومعتقداتي وطريقتي بالتفكير وهيك، بخليهم لإلي وبعيشهم. مش بيهمك الناس يعني؟ ما يهمكيش كلام الناس؟ الى حد ما لا. يعني في حاجات بالناس يقول لك احنا عندنا في الصعيد اللي تقعد مخطوبه مش عارف 4 ايام كده يعني مصيبه.
لا 4 ايام كثير اصلا. 4 ايام كتير. انا بتخيل اليوم يوم ونص كفايه قوي. لكن حبيتي عباس عشان تتجوزيه ها؟ اكيد. السنتين دول خلوا بينكم في انا ما عشرة كنت كبيرة. اتجوزت لو ما كنت مغرومه. مغرومه، مش بحب عباس بخيل ابدا. يعني انا قلت حاجه انا بس لا دي يعني من احلى الصفات اللي عنده، انه هو كريم جدا. عمره ما قال لك لا على اي طلب انت طلبتيه؟ لا. عارف ليه؟ ليه؟ عشان انا ما بطلبش حاجه تتقال عليها لا. يعني انا اذكى من انه اطلب شيء بينقال عليه لا. ايه اللي ممكن تطلبيه يقول لك لا عليه؟ ما انا ما بطلبوش اصلا، يعني ما فكرتش بيه، بس بقول لك كل حاجه طلبتها يتقال عليها ايوه وتقال لي عليها